ولها إمكانات كبيرة ولاعبون ممتازون ومهارات عالية وهم لديهم الرغبة في الفوز، وكذلك نحن مباراة متوازنة نحن نتطلع إلى خوضها، ستكون مواجهة قوية، وكما قلت دائما نريد الفوز بالنقاط الثلاث ونتأهل منذ يوم الجمعة، منذ الغد. الميكرو نتاع بالعربية ولا بالإنجليزية اللي بغيت يا ولدي. يلا سير. الميكروفون بليز. ميكروفون. يس السلام عليكم. الحمد لله احنا في لي زونطرينمون كيدوزو كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤولية ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله احنا كنتصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا. ثانك يو. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle مرحبا. Maintenant que les émotions et la الآن وقد comment tu te sens, comment se sent العواطف يعني هدأت، هل يمكن أن تخبرنا بوضع اللاعبين المصابين؟ كما قلت هناك توقعات وانتظارات كثيرة، نحن البلد المضيف، هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالضغوط. أنا كنت راضيا لأننا تحكمنا في سير المباراة من أولها إلى آخرها، وهذا ما يحصل عادة في الدور الأول. كنا نود أن نفوز بأداء أكثر استعراضا، ولكن المهم هو الفوز. نحن جاهزون. فيما يتعلق بالإصابات باستثناء روما، تتحلق عن نايف، هل لديك معلومات عن ذلك؟ ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بهذا اللاعب، وروما فقط حس إصابة عضلية خفيفة وكمان وهو بصدد العلاج، وأشرف يستعد أو يواصل علاجه ويعود بشكل جيد. وأشرف نحن في نفس الوضع، هل سيلعب غدا؟ سوف نتخذ القرارات المناسبة، خاصة أشرف سوف نراه في البطولة بشكل عام، ليس لمباراة واحدة. كل شيء يسير بشكل جيد. هناك إشاعات كثيرة، ولكن الشائعات تخدم المنافس ولا تخدم المنتخب المغربي. نحن سنعبر عن ذلك، هل نقول أن الدفاع تعرض لعدد كبير من الإصابات، سيكون هناك خطط بديلة. أشرف عاد بشكل جيد وباستثناء روما الجميع جاهزون. أود أن أطلب من المصورين التوقف عن التقاط صور. شكرا. Questions? Yes, please. Bonjour coach, مرحبا. pour Sport 365. Vous êtes avec à vos côtés Abdelhamid Aïd Boudlal. لديك عبد الحميد عيد بودلال، هل يمكن أن تقول لنا المزيد عن مواصفاته وما تقوم به في تبادل اللاعبين في الدفاع؟ وبالنسبة لرومان سايس، ما الذي يضيفه إلى الفريق، وهل يمكن أن نراه يبدأ مباراة خلال الدور الأول؟
Alors, Abdelhamid, l'avantage que j'ai, عبد moi, الحميد c'est الأفضلية d'avoir التي entraîné لدي au Maroc, هو أنني دربت في المغرب منذ أكثر من 10 dans un سنوات club formateur qui est le FUS وفي Rabat. ناد Aussi هو forcément, في الرباط l'Académie royale Mohamed VI. C'est un travail extraordinaire. ويقوم بعمل Maintenant, c'est ممتاز la formation au Maroc. Donc, وأطلق عملية الإعداد. je le connais depuis وعبد الحميد أعرفه منذ صغره de mon club. لأننا كنا نلعب ضد الفئات السنية في نادية Énorme. On وهو le sait, له موهبة رائعة qui le savent pas peut-être. والجميع يعرفونه. Sa progression. وفي تطوره هناك بعض التفاوت ولكنه يعتبر جوهرة للمستقبل. بالنسبة لمباراة الغد أنا اخترته قبل عام وقليل. كان في فريق الرديف لفريق ريان الفرنسي وكان في المنتخب في سن 18. واليوم الكثيرون يطالبون بأن يبدأ اللاعب الشاب. سوف نصحبه وندعمه ولا ينبغي أن نحرقه وينبغي أن لا نستعجل تطوره وأن نشركه في الوقت المناسب. أحيانا نشركه في مواضيع تكون سهلة. هل سيبدأ غدا؟ هو له رغبة في ذلك وأنا أيضا. وهو لاعب أضع عليه أمالا أعلق عليه أمالا كبيرة. Bonjour coach. Ali Salahdine, Média. Coach, après le match des Comores, vous avez parlé d'une possession stérile. مباراة جزر القمر كان لوحظ أن هناك استحواذ على الكرة ولكن عقيم بدون أهداف كثيرة. بالنظر إلى السياق المنافس هل هناك حلول لجعل اللعب أكثر جاذبية؟ هناك حلول بطبيعة الحال ونجدها خلال المباريات. أحيانا نحن نعمل من أجل ذلك وكما قلت كثيرا لدينا مشاكل ولكننا حققنا 19 فوزا متتاليا. الحلول وجدناها بعد ثم لكن لكي نكون مثاليين وأعرف أن الجمهور المغربي يريدنا أن نكون دائما مثاليين ونلعب نقدم مباريات بدون أخطاء. كرة القدم بمستوى عال والفرق أيضا تخلق لك مشاكل ينبغي التعامل معها. نحن جميعا نبذل جهودا من أجل ذلك. وعندما تحدثت عن استحواذ على الكرة عقيم لأن لدينا حضورا أقل في منطقة الجزاء وأقل محاولات وتوخي السلامة. نحن نعرف أنه بهذا الاستحواذ نرهق المنافس. وفي الدقيقة الأخيرة كنا على وشك أن لا نفوز بهذه المباراة ولكن لدينا القوة الذهنية وسوف يكون هناك منافسة مختلفة منافس مختلف. كذلك هناك شخصية قوية للفريق فريق مالي لكننا سوف نترك الميدان نوعا ما للفريق المنافس في مراحل من المباراة. صباح الخير كوتش. كنزة حسيني دو فويس اوف موروكو. سؤالي بخصوص التشكيلة أمام مالي، هل ستعتمدون على سفيان رحيمي خصوصا أن المنتخب المالي يعتمد على اللعب الهجومي وترك المسافات في الخلف، وهل أن الاختيار سيكون هو أيوب الكعبي خصوصا أنه كان حاسما في المقابلة السابقة؟ عندي سؤال ثاني ولا دابا مازال
مازال ما عرفناش شكون اللي غيبدا. ديما كنقولها لكم نهار الماتش كنهزوا لي ديسيزيون اللي كيبانوا لنا لي ميور. غتبان في لو بلان دو جو اللي غنبغي. واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف الناصري يقدر يبدا. تكون عندنا جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن يكون لدينا لاعب يساهم في التقدم. يبقى في لو تيران غنشوفوا بحال اللي قلت ديما في لو بلان دو جو وديما غنعاودها. الأمر يرتبط بخطة اللعب. المهاجم ينبغي أن يسجل لكنه يقوم بعمل من أجل الفريق أيضا. كيجي من أي موطا مرة أخرى. دياس شحال ما كانش ماركا دابا ماركا. أيوب il était dans le doute في le dernier match دخل ماركا. سفيان كان ماركا الماتش الآخر. on a l'avantage que أيوب لدينا الأفضلية بأن أي لاعب يمكنه أن يسجل يساهم في تسجيل الأهداف. هذه هي روح الفريق الموجودة. ليس لدينا بديل. نحن نغير طريقة اللعب يعطي الإضافة للفرقة. وأي لاعب يدخل يعطي الإضافة للفريق. وواحد اللي غيدخل خصو يعطي. ولا بدا أيوب ولا يوسف on verra. Mais عندنا des profils différents. لكن لدينا مواصفات مختلفة للاعبين. بونجور كوتش. بونجور عبد الحميد. دنيا سراج من راديو مارس. سؤالي لعبد الحميد ايت بودلال. عبد الحميد انت لعبتي كاس افريقيا للامم في جميع الفئات العمريه كنظن باستثناء اقل من 23 سنه. اليوم كتواجد مع الفريق الاول للمنتخب الوطني المغربي. شعورك وانت اليوم كتواجد مع المجموعه وغادي تلعب كنظن ثالث كاس افريقيا للامم ولكن هذه المره للكبار؟ شعوري كنلعب مع المنتخب المغربي الاول شي حاجه اللي كبيره وما كتجيش بالسهل، كتجي بالخدمه. وانا فرحان الحمد لله بزاف حيت نتواجد مع لاعبين كبار وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم ونزيد نطور من الاغلاط ديالي. وكنتمنى نكون في حسن ظن المدرب والشعب المغربي ان شاء الله. السلام عليكم. زهير حجاري موقع لو 360. وليد غنرجعك ل 20 سنه للوراء وبالضبط كاس افريقيا نسخه تونس اللي كنتي واحد من الابطال ديال الملحمه ديال النهائي ضد تونس وبالضبط نصف نهائي ضد مالي الفوز بالرباعيه. غدا غادي تواجه مالي في واحد موضع اخر اللي هو في كرسي الاحتياط. كمدرب شنو ممكن تقول لنا على هذه المباراه كانه فيها الخير على المباراه ديال مالي في نصف نهائي؟ المهم بحال اللي قلتي لعبناهم في 2004 ربحناهم. الحق يمكن كان عقال عام ونص قبل ولا عام ولا 6 شهور فتشو كنا لعبناهم في ماتش اميكال في كازا وكانوا ربحونا ب2-0. سي نيكيب ديما اللي تقدر تعطينا دي بروبليم. فريق مالي يمكن ان يخلق لنا مشاكل. لديهم امكانات ومهارات فنيه خاصه. لهم ايضا يلعبون لعبا هجومي ويتميز لعبه بالسرعه وهو فريق يعجبني كثيرا. ومالي يعرفون انني احبهم. لدي كثير من الاصدقاء. الجيل الذي لعبنا ضده كانت ربما افضل الجيل لديهم مع ديارا وكانوتي ومومو سيسوكو. كان لديهم لاعبون كبار ودائما هي مباراة صعبة ولكن في روح أخوية والأفضل يفوز. لكننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة غدا. نحن ندخلها بثقة ونتطلع إلى خوض المباراة. بونجور كوتش. سفيان غازق العمق المغربي.
المنتخب المغربي في المباراة الأولى خاصة في الشوط الأول ظهر متسرع وضيع عدد من الفرص. واحد الوقيته دخل الشك. واش كتعتقد على أن المفتاح للدخول في هذه المباريات هو التسجيل المبكر؟ وأيضا دخلتوا في المباراة الأولى تقريبا ب4 ديال الوسط لاعبي وسط ميدان مع تغيير الأدوار ديال اسماعيل السيباري. واش كتعتقد على أن هذه الخطوة في المباراة الأولى كانت صائبة ولا خاصة بعض التعديل؟ شكرا. أول حاجة وي كان شوية دو ديشي تكنيك ميم سي كان هناك بعض الأخطاء الفنية لأن نسبة كبيرة من التمريرات كانت ناجحة 90%. واحد ولا جوج كواري اللي ما خصناش نديعو سورتو مع الفرق كي افيك بلوس دو تالون كي بوف نو بونير مي عندنا دو لا ميتريز كاميم. لكن كان لدينا التحكم، نعرف ما نفعل ولدينا خطة اللعب. لا بروميير ميتون كنا كاملين بغينا الشوط الأول أردنا أن نستريح من الأول بتسجيل هدف. لو بوبليك ولي فان ديالنا ما غاديش نربحوا لي ماتش على ميتون. لا أعتقد أنه يمكننا أن نفوز المباريات منذ الشوط الأول. المباراة تدوم 90 دقيقة. سجل في الدقيقة الثانية لا يضمن أن نفوز بالمباراة لأنه يمكنهم أن يسجلوا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة. الطريقة التي نلعب بها وتوخي السلامة في وسيلة أدائنا. قمنا بمباراة افتتاحية جيدة وأهدرنا ضربة جزاء وسجلنا هدفين. ربما أن 3-0 كانت يمكن أن تكون النتيجة. كثير من الملاحظين ربما ينتظرون المزيد من الديناميكية والحيوية. لدينا مستوى توقعات أعلى من الفرق الأخرى. هناك فرق تأتي وتقدم أفضل ما لديها ضدنا، وما يهمني هو الفوز في النهاية. وهذا ما يظل في السجلات. وكل الفرق المرشحة فازت جميعها، بعضها بشكل استعراضي أكثر، ولكن المباريات صعبة على الجميع. وما هو صحيح بالنسبة للمنافسين صحيح بالنسبة للمغرب، لكن ما نعرفه أنه ستكون نسخة من كأس أفريقيا الأصعب للفوز بها. الجميع لديهم حافز وهناك مواهب في جميع الفرق، ومن سيفوز بها سيكون يستحق ذلك أكثر من الفرق الأخرى. ومن يعتقد أن الأمر سيكون سهلا بالنسبة لنا يخطئ. الأفضلية هي الجمهور، لذلك أقول أن الجمهور مهم جدا. الباقي كل الفرق متساوية، الملاعب والأرضيات والفنادق، وكل الفرق لها جماهيرها. هناك ملاحظات حول من الجمهور أنهم يريدون منا أن نلعب بشكل بدون أخطاء. Bonjour Walid, Mathieu Grégoire de l'équipe. Je voulais te poser une question sur Azin Hounahi. السؤال من عزيز هوناهي. هو أداؤه كان متفاوتا منذ 3-4 سنوات في المنتخب، كان منتظما. كيف تمكنت من أن تجعله يلعب بتلك الطريقة؟ عز الدين بالنسبة لي هو موهوب جدا، وعندما يكون في مستواه نصبح فريقا كبيرا. في الشوط الأول كنا ننتظر منه أكثر وهو يعرف ذلك، وثقتنا فيه كبيرة. سوف يرتفع مستواه في البطولة. أنا وضعت فيه ثقتي ضد آراء الجميع. كثيرون ومنهم المشجعون يعرفون موهبته وانتقدوه كثيرا. انتقدوا حتى لماذا كان ضمن المنتخب، وعندما يكون له هذه الموهبة ينبغي أن تساعده وتصاحبه حتى يقدم أفضل ما لديه، مثل إبراهيم
أحيانا هناك أمور الجمهور لا يفهمها. إذن الثقة مهمة. اختيار النادي كان جيدا أيضا، أنه اختار النادي الذي يلعب فيه من أجل أن يكون حاضرا في المنتخب، وهو يضحي بكثير من أجل المنتخب الوطني. بالنسبة للمنتخب هو الأولوية، وهو يحب المنتخب، وفي كل مرة يلعب يتغير ويقدم أفضل أداء له. هناك لاعبون آخرون يؤدون جيدا في أنديتهم، ولكن عندما يأتون إلى المنتخب يجدون صعوبة. بالنسبة لعز الدين وناحي، هو يكون مرتاحا جدا عندما يلعب في المنتخب ويقدم أفضل أداء. Bonjour Walid Baba Sissouma, Maliba TV1, Bamako. صحفي مالي. Coach, moi je vais vous prendre au mot. Est-ce que vous ne faites pas un peu de diplomatie? هل أنت لا تتصرف بدبلوماسية لكي تشيد بهذا الفريق المالي بأن تقول أن له إمكانيات كبيرة والجميع فازوا؟ نعرف أن المالي لم يفز بالمباراة الأولى، وهو يخوض المباراة مصيرية بالنسبة له. إذا ما الذي سيقرر مصير هذه المباراة؟ هل تريد أن تسحر النسور؟ الأسود نقول أن الأسد يستريح ولكنه لا ينام، كذلك النسر. لا بصراحة أنا لا أجامل. آخر كأس أفريقي وكنا في كوت ديفوار، كاد الماليون أن يصلوا إلى المباراة النهائية. أنا أقارن المالي بالمغرب دائما فيما يتعلق بالتعامل مع العواطف والانفعالات، وفي كل مرة يحتاج الماليون إلى جهد إضافي، فإنهم يتحول أدائهم إلى الأفضل. وهو ربما نحن المغرب كنا كذلك ونكون جيدين وفي الأخير، ولكن ينبغي أن نحترم مالي لأن لديه هذه نأمل ألا تكون هذا التحول أمامنا يوم الجمعة، ولكنهم كان لديهم لاعبون كبار، وفي المباريات ضد المغرب كان لديهم ذلك الحافز الخاص لخلق الآمال، تعزيز الآمال وتحقيق نتيجة جيدة. هذا ما أقوله دائما، وزملائك الذين يعرفونني أنا لا أتحدث لغة خشبية كما يقولون. سوف نقدم أفضل مباراة غدا وليفوز الأفضل. أعرف أنك ستكون حاضرا في تلك المباراة. آخر سؤالين للاعب. شكرا. تبودلال صباح الخير. تبودلال بالنسبه لك انت كاول تجربه مع ليكيب ا في هذا المستوى هذا، شنو الاحساس ديالك وكيفاش كتعيشوا هذه التجربه كلاعب خريج المدرسه الوطنيه، وشنو رسالتكم كلاعبين او كلاعب للجمهور المغربي غدا؟ شكرا. اولا احنا داخل السنتر كنكونوا كالعائله الحمد لله، وحنا كنوجدوا لجميع المباريات تنوجدوا لهم بجو عائلي في داخل المعسكر، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وبغيت نقول للجمهور المغربي كيف قال كوتش وليد، حنايا خصنا اللي يفيقنا في التيران ان شاء الله. احنا ما نحسنش. لا ما نحسنش.